ده بأول رقم قياسي كده، الاهلي دلوقتي 17 فوز متتالي في الدوري كاكثر نادي يعملها لتاني مره. اللي قبله كان النادي الاهلي برضه وعملوا الجزيرة 17 مره 2005. دلوقتي بقى عمك جدي كولر عملها ب 17 ماتش، ولسه في 6 ماتشات تاني في الدوري ما تعرفش ممكن يعمل كام، بس هو ناقص له ماتش واحد وينفرد بال 18 لوحده. انا فاكر ان انا قلت لك ان احنا عندنا اخر 3 ماتشات في شهر 7 اهم 3 ماتشات، المصري وبيراميدز وسيراميكا. كسبنا الثلاثه، قول كده ان احنا بنسبه 99 من عندي 100% خدنا الدوري خلاص كده. الماتشات بتاعت شهر 8 6 7 الباقيين تقريبا دول خلاص يعني ما تقلقش منهم، هم دول الثلاث ماتشات اللي كانوا يتقلق منهم وكسبناهم الثلاثه. الدوري في الاهلي في الجزيره بنسبه 100%، ويلا بينا على طول نخش على كرسي الاعتراف. مش قادر عايز اتكلم على وسام دلوقتي حالا، شكلك لسه ما عملتش اللايك والسبسكرايب الطرش، روح بسرعه اعمله ورن الجرس. تعالى بقى نخش اللعب. نبدا بالشناوي. بص، رغم ان هو دخل فيه جول، بس انا بقول لك النهارده الشناوي كان مركز، كان كويس، كان حلو، كان عاجبني الشناوي خلاص بدا يرجع بقى للشناوي اللي احنا نعرفه، اللي هو خلاص احنا سايبين له حراسه المرمى واحنا مطمنين واحنا تمام واحنا 100 فل 14، اللي هو يا باشا شوف شغلك انت، احنا كلنا تمام معاك. برضه ارجع اقول لك الشناوي لسه ما رجعش الفت والفورمه اللي هو خلاص الشناوي اللي قبل الاصابه، لا لسه فاضل له شويه كده، كام ماتش كمان وهيجيب الفورمه بتاعته، بس هو لحد دلوقتي اداء مرضي جدا. محمد هاني دي من الماتشات اللي انا حقيقه ما بكونش عارف اقول ايه على محمد هاني، لان هو اداؤه بيبقى عارف انت المتوسط بلس، اللي هو ايه، اللي هو ما عملكش الحاجه الجامده قوي بس كان كويس وحلو، عمل كل اللي عليه وما غلطش. يعني انت عارف اللي هو محمد هاني اللي هو يا عم طب انا مش عارف اقول عليك ايه، طب اديني اشكر فيك، عملت مش عارف ايه، طب اقول عليك حاجه وحشه، لا اللي هو العادي اللي هو بيديك 80% من اللي عنده، اللي هو مش هاني الجامد قوي مش هاني الوحش، هو تمام هاني كويس، كان بيشارك في الهجوم، كان بيدافع كويس، هو عمل كل حاجه زي ما مطلوبه منه. بس على الاثنين المدافعين بقى ربيعه وعبد المنعم، انا عايز اتكلم عن عبد المنعم. هو انت ليه يابا انت ايه كنت مصمم يخش فينا جول؟ يابا انت 3 كور تغلط فيهم، والكره اللي جت فينا جون اللي هي عدت كوبري منك اصلا، يعني هو مش عارف مين اللي كان بيباصيها ده للقندوسي، هي جايه كوبري فيك، ده غير ان انت عملت غلطتين كانوا هيجيبوا فيهم جون. انت ايه يا عبد المنعم؟ انت كنت مصمم. بص، هو رغم ان هو عمل 3 غلطات بس برضه اداء عالمي، بس هو انت ليه كنت مصمم يجي فينا جول يابا؟ انت ليه كنت مصمم ان يجي فينا جول؟ شام عبد المنعم النهارده 3 غلطات مع اداء عالمي، تعرفش الميكس انت بقى ايه، صينيه كنافه محشيه طرش ما تفهمش، هو كان جامد جدا بس هو اللي متسبب في الجون برضه، يعني لو كان مركز ما كانش عدى الكوبري فيه كده. المهم يعني عادي عبد المنعم تمام. رامي ربيعه برضه النهارده ولا كلمه بجد. رامي ربيعه بقى له كام ماتش كده خلاص، هو دي الفورمه بتاعت رامي ربيعه دي، لو هينزل كل ماتش اساسي احب اشوف رامي ربيعه كده، هو كده 10 على 10 وتمام وزي الفل ما بيغلطش، يعني جنب عبد المنعم، اول عبد المنعم بيغلط هو بيساعد معاه، فلا هم الاثنين كده مع بعض زي الفل. كريم فؤاد اللي انا كل مره كلامي بيزيد في الحلو منه عن كريم فؤاد، انت مش باك شمال، بتلعب باك شمال على علي معلول، بتعمل اللي هو مش محسسنا ان احنا ناقصين. طبعا علي معلول حاجه ثانيه، بس احنا مش ناقصين. يعني النهارده كان المعلق بيقول لك ايه، خير معوض لعلي معلول، لا بجد يعني هو احنا ما كناش نحلم ان واحد يجي يمين اللي هو اصلا مركزه يمين بيلعب برجله اليمين يلعب مكان علي معلول ويعمل كده، ده انت بتعمل كل حاجه. انا يعني انا مش عارف اقول لك ايه، هو في الدفاع خلاص ما فيش كلام ان هو بيأدي مهامه الدفاعيه على اكمل وجه، زي الفل. نص ملعب والهجوم بيتقدم زي الفل، ده في الاخر كده في الدقيقه 88 ولا حاجه مش عارف كام، هو اللي مشارك في الهجمه مع وسام جوه منطقه ال 18، جوه منطقه ال 18 وسام بيبصيها له الكره اللي هي وسام دي ما رضيش يأنم فيها واداها له بعد ما جاب الجول. ايه ده؟ ايه يا عم ده انت جوه منطقه 18. لا بجد كريم فؤاد في كل حته في الملعب من ال 18 بتاعنا لل 18 بتاعهم، ودفاع وهجوم كل حاجه بيعملها وكل حاجه بيعملها صح. معضله كل ماتش الثلاثه اللي في خط النص، مروان عطيه انا ما بقتش عارف ده مين، ده مش مروان عطيه اللي احنا نعرفه، مش وحش بس لا بجد هو ده مثلا 3/4 مروان عطيه او اقل كمان، ده مش مروان عطيه اللي انا اعرفه. مروان عطيه اللي انا اعرفه ده احسن من كده بكتير جدا جدا جدا. مروان عطيه النهارده كم ميس باص بعملهم، كم باصه غلط، كم قرار غلط، كم تصرف غلط، كم لعبه يلعبها ببطء، مش عارف. ده مش مروان عطيه، مع ذلك هو كويس يعني، مع ذلك هو مش وحش، ما كانش كارثه يعني، بس لا ده مش مروان احسن من كده كتير جدا حتى. بس المشكله ان مفيش مؤشرات ان هو بيرجع الفورمه، يعني انت عارف مثلا الشناوي بيبدا يلعب ماتش احسن من ساعه ما رجع الاصابه، احسن كريم فؤاد من ساعه ما دخل باك شمال احسن، انما لا مروان انا مش شايف ان هو بيتقدم، هو نفس المستوى ده بقاله كام ماتش
مش عاجبني مش عشان هو وحش، عشان انا عارف ان هو عنده احسن من كده بكتير. اكرم كراميلا في نص الملعب، اكرم العادي بقى خلاص، اللي هو مركزه بتاع نص الملعب، اللي هو جامد جدا في افتكاك الكوره، جامد جدا في النواحي الدفاعيه، بيقدم المساندات الهجوميه، بيلعب اللي هو بيلعب الديفندر، انت عايزه ديفندر هتلاقيه مع مروان عطيه، وبيلعب بوكس تو بوكس، وبيلعب تحت المهاجم، اللي هو واقف تحت المهاجم، اي كره يستلقطها يشوطها، اي باصه مش عارف ايه. فاكرم توفيق يعني خلاص، انا بقيت بقول لك ان هو لا غنى عنه في ثلاثي نص الملعب. واحد في نص الملعب قفشه، انا بس عايز اعلق قبل ما اتكلم على ادائه، وهو خارج قفشه مش عاجبه ومعترض ليه. يعني انت ماشي قفشه انا عارف ان هو بجد بيبذل كل ما عنده في الملعب، وبنفسه ان هو يثبت نفسه اكتر من كده بكتير جدا، بس مش لدرجه ان قفشه اللي يزعل وهو خارج. هو اصلا قفشه المفروض مش لاعب اساسي في نص الملعب، خلاص هو لاعب احتياطي احنا عارفينه، وممكن يكون احتياطي مش الاول كمان، احتياطي الثاني، بس مش لدرجه ان انت تبقى خارج زعلان. هو الطبيعي ان انت بتخرج، والطبيعي اصلا ان انت احتياطي وتنزل من على الخط. فانا مش فاهم بجد. النهارده ما عملش ماتش وحش، النهارده عمل ماتش حلو، بس ده العادي بتاع قفشه. يعني هو لاعب نص ملعب عادي، يعني مروان وامام واكرم لو في حالتهم الثلاثه احسن من قفشه بكتير جدا في اي حد في مركزه. هو النهارده عمل ماتش حلو، ما غلطش يعني، كان اللي هو العادي يعني، بس مش لدرجه انه يزعل وهو خارج يعني. بس الهجومي بقى، ونبدا برضا سليم. رضا سليم النهارده اللي كان بيلعب على اليمين. رضا ده الماتش اللي هو العادي بتاعه، يعني الماتش اللي فات ده كان بيطلع نار من بقه، النهارده الماتش العادي بتاعه اللي هو كويس بس مش احسن حاجه برضه. انا مش عارف احكم على رضا اللي هو الماتش اللي فات ولا رضا الماتش ده. اصل رضا الماتش اللي فات ده انا احب اشوفه كل ماتش، رضا الماتش ده لا، يعني اكيد في لعيبه احسن، اكيد في مستويات احسن من كده، هو مش وحش، هو حلو، بس مش ده اللعيب اللي مثلا بيجي له كوره ما يعرفش يستلمها، اللي بيجي له كذا كذا هجمه كده مش احسن تصرف، بيطلع منه باصات غلط، بيطلع منه قرارات غلط. يعني هو رضا كويس، بس يا اما هو عنده احسن من كده احسن من كده كتير، يا اما المدرب محتاج يشتغل عليه. يعني انا عارف ان رضا يطلع احسن منه كده كتير. امام عاشور اللي هو اسمه الحقيقي امام نيمار عاشور، انا بس في حاجه قبل ما انساها، في حته اسيست عمله لرضا سليم اللي عرفش يستلمه، ده لو كان استلم وجات جول كان من احلى الاجوان اللي جت في الدوري المصري، كان الاسيستات يعني اسيست ما يجيبوش لعيب مصري عادي بجد، لا الواد ده عنده امكانيات وكواليتي مش طبيعيه. عموما هو طول الماتش يعني بيديك كل حاجه، هو بس ايه يعني، هو كان عايز يجيب جون، شاط اكتر من شوطه طلعت بره، فشاط ضربه الجزاء، ما اعرفش هو اللي شاطها استاذن وسام ولا كولر هو اللي قال له شوطها، بس ايا كان يعني، لا بجد هو امام كان محتاج يجيب جول، هو كان نفسه يجيب جول من كتر الشوطات، انما بعيد عن الشوطات باصات ايه، سروهات ايه، نقل ملعب ايه، في تاكلينج في الدفاع ايه، مسانده هجوميه. النهارده كان امام بيلعب وينج شمال، وما حسيناش ان مفيش وينج شمال، لا هو بيلعبه صح جدا وجامد جدا. لا امام يا جماعه بجد امام جامد قوي. وسام انا مش عارف اقول ايه على وسام ولا ايه على وسام، بس اللي اقدر اكده لك ان كلنا كنا متغفلين. ده ايه ده يعني. نتكلم على الجون الاول اللي هو اول ما بيلاقي نص فرصه بيجيبها، ولا نتكلم على الجول الثاني اللي زاد بقى على ان هو سريع، وعلى ان هو هجام، وعلى ان هو بيضغط، وعلى ان هو بيشوط ضربات جزاء، وعلى ان هو فينيشر، وعلى ان هو بيعمل كل ده، ان هو كمان بيشوط فاولات. ده تقريبا اول فاول يشوطه من ساعه ما جه الاهلي تقريبا بيجيبوا جول. انت متخيل الفجر ان هو اول فاول يشوطه في الاهلي بيجيبوا جول. هو باكج. طب احنا يعني بجد انا حاسس ان انا بحلم، والاقي ان لا ده مش المهاجم بتاعنا، وان انا اصحى الاقي ان المهاجم بتاعنا مروان محسن. مش عارف بجد. طب سيبك بقى من ان هو طلع بيعرف يشوف فاولات. الجون الرابع بقى بتاع عمر كمال، شفت البصه؟ يعني الفاول على طريقه رونالدينيو، البصه الاسيست، هو اللي عمل اسيست لعمر كمال. شفت وش الرجل الخارجي مودريتش دي؟ شفتها؟ ايه يا جدعان ده بجد؟ يعني احنا عندنا مهاجم بيخلص، ومهاجم بيشوط فاولات، ومهاجم بيعمل اسيستات بوش رجله الخارجي. انت متخيل ايه ده؟ يعني انت نفسك لو انت كنت تحلم بمهاجم ده كنت مش كل ده في مهاجم واحد. المشكله بقى ان وسام يعني هيخلينا نرفع سقف التوقعات، اللي هو ايه، احنا مش هنرضى بمهاجم اقل من وسام. ومفيش مهاجم تقريبا احسن من وسام جه في الاهلي تقريبا، ما شفتش الكواليتي دي قبل كده. فانت متخيل ان الاهلي مش هيرضى غير بوسام بعد كده، واللي زي وسام. انا نفسي وسام ده يقعد معانا مثلا 15 سنه، علشان انا عارف ان احنا مش احنا هنخش كده جوه ثقب اسود بعد وسام ده. انسى ان احنا نعرف نجيب حد نص وسام.
فوسام النهارده انفجر، وراك المهاجم المتكامل اللي بيعمل كل حاجه انت نفسك فيها. ونبدا بحراسه المرمى. الشناوي النهارده اديله 8.5، لو كان كلين شيت كان ممكن 9 من 10، بس النهارده 8.5 من 10. 4 مدافعين. هاني يعني 8 من 10، رامي ربيعه اديله النهارده 8.5 من 10، عبد المنعم 8 من 10، كريم فؤاد 9 من 10. خط النص مروان عطيه 7.5 من 10، اكرم توفيق اديله 8 من 10، قفشه اديله 7.5 من 10. الثلاثي الهجومي بقى رضا سليم برضه اديله 7.5 من 10، امام عاشور اديله 8.5 من 10، رضا سليم 10 من 10، 15 من 10، ونجمه وختم وشيك على بياض واي حاجه انت عاوزها. لسه ما عملتش لايك وسبسكرايب الطرش، روح بسرعه اعمله ورن الجرس واستنى حلقات الجديده من كورس الاعتراف التقييم.